السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا نبدأ الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالوا نشوف المكون الجديد اللي النهاردة، او مش جديد، هو مكون من زمان موجود في المحل، او منتج من زمان موجود في المحل، بس بصراحة انا حبيته جدا لان في ناس كتير اخدوه مني وشكروا فيه وقالوا عنه ان هو منتج اكتر من هايل. فحبيت ان انا اوريه لكم. تعالوا كده نشوف المكون ده ايه بالظبط، او المنتج ده ايه بالظبط، ونشوف استخداماته وكل حاجة فيه نظامها ايه. الناس اللي ما بتحبش الزحمة، الناس اللي ما بتحبش الزحمة في المكان وبتحاول دايما المكان يبقى هادي وشغله قليل، او بمعنى اصح مفيش زحمة في البيت، لازم يبقى عندهم المنتج الرهيب ده. ايه المنتج ده يا جماعة؟ ايه المنتج ده؟ شايفين المنتج ده؟ تعالوا يلا نشوف مع بعض. المنتج ده زي ما انتم شايفين كده، ده مصفى سيليكون بتتفرد وتتني وتتقفل علشان ما تاخدش مساحة، ومعاها قشارة، قطعة مسكة الخضار ديت، وقطعتين مبشرة، ومعاها بلانشة او قالب تقطيع، وكمان نوعين تاني من المباشر، وسكينتين حاميين جدا. طيب اول حاجة القطعة ديت اللي هي المصفى السيليكون. المصفى السيليكون دي يا جماعه دلوقتي عامله الشيء الفلاني اصلا في السعر، وخلي بالكم المنتج ده عندي بسعر قديم جدا، بسعر 100 جنيه بس. يعتبر يا بلاش حرفيا جنب الاسعار او سعره في التوقيت اللي احنا فيه ده. طيب ميزه المصفى دي انها تتنى وتتفرد تاني اهيت، متاخدش مساحه التخزين، وعمليه جدا، وشايفين يعني مش مرنه، مجرد ما نفتحها نتك على تتقفل بسرعه، لا ده نظام في القفل وكده. طيب اما البلانشه دي بقى ممكن نستخدمها كبلانشة نقطع عليها الحاجة عادي خالص، او ممكن نستخدمها هنا على المصفى، وبحيث ان احنا نبشر الحاجة وتقوم نازلة على طول في المصفى ونغسلها. ازاي بقى؟ تعالوا نفيك اول المنتجات اللي فيها عشان اقدر اشرح لكم الكلام اللي انا بقوله ده هيبقى عامل ازاي. السكاكين اهي، شوفهم علشان اهي كده السكينة طلعت، وكده السكينة الثانية طلعت. بس على فكرة سكاكين حامية جدا يعني، بصوا سلاحها ما شاء الله، وسكينة حامية بجد يعني. السكينة دي لوحدها اصلا بسعر دلوقتي الحالي. وهنا ما شاء الله هنشيل القطعة دي والقطعة دي، كده يطلع تحتها كمان قطعة، كده بقينا 5 اسلحة. طيب نشوف بقى نستخدمها ازاي. بنحطها كده على المصفى زي ما انتم شايفين، حطيتها على المصفى اهيت، بنحطها على المصفى ونستخدم الحاجه ونقطع ونقوم رامين كده على طول. تيجي تبصوا تلاقوهم ان احنا منضفين الدنيا حوالين المكان، او الحاجات اللي احنا بنطبخها وبنجهزها وكده نزلت في قلب المصفى على طول، وكده ما خدتش مساحه. طيب عايزين نبشر حاجه بقى، بطاطس اي حاجه في الدنيا ونعملها وكده، بنحط القطعه ديت. استنى عشان بعملها بايد واحده، حطيناها اهوت. خلي بالكم بقى في الفيديو لاني لها ضغطه معينه علشان ينفع نشتغل وكده. ونبشر بقى وننزل الحاجه هنا على طول. ممكن كمان شايفين المباشر بتاعتها نوع المبشره، ودي مبشره الصابون او الجبنه الرومي، ودي مبشره الكيرلي برضو، ودي بتاعت الشيبسي. وزي ما قلنا ده الغطا بتاع القطعه ديت، ماسك الخضار، بنمسك الخضار، قشارة سيراميك، قشارة بطاطس السيراميك، وكمان معاها سكينتين. المنتج الهايل ده يا جماعة موجود في المحل 100 جنيه بس، بالسعر القديم، بالسعر القديم يا جماعة. سعر الجديد حاليا معدي حرفيا. تمام، انا عارفه انا بقول ايه كويس قوي. موجود منه طبعا الكميه مش كبيره لحد ما تخلص بقى، وبعد كده هنجيب بالسعر المحترم الجديد. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش في نهايه الفيديو تذكروا الله وتصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا عشان اقول لكم سلام.